أخبار ماروكو 21. الخبر اليقين في الوقت والحين. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة أخبار ماروكو 21 الأوفياء في كل مكان. وفي هذا الفيديو الجديد يوم بعد يوم كيتضح بأن قرار كبرنة الجزائر إلى قطع علاقتهم مع المغرب وإغلاق الحدود البرية والجوية إنما أساسه هو طمس حقائق مرة، ويخشون أن تصل إلى شعبهم المقهور الذي يعيش أوضاع اجتماعية صعبة للغاية رغم كم الخيرات التي تحظى بها الجزائر البلاد البترولية. الشاهد فيما قيل هو شريط فيديو مثير دار واحد الضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقاه مواطن جزائري داخل محطة القطار أكدال مباشرة بعد وصوله إلى الرباط بهدف متابعة مقابلة فريق اتحاد العاصمة الجزائري الذي حل ضيفا على فريق الجيش الملكي. في أقل من 3 دقائق اكتشف هذا الجزائري حجم الدهشة والانبهار اللي عبر عنه بعد ولوج محطة القطار أكدال، واللي كيبقى مجرد فضاء عادي مقارنة بما تزخر به بلادنا من بنية تحتية عالية الجودة في جل مدن المملكة. هذا الجزائري المصدوم لم يصدق ما رأته عيناه قبل أن يدرك حجم الفروق الشاسعة بين بلده البترولي الذي يغرق في غيرات ضخمة تستغل أبشع استغلال من قبل النظام العسكري الحاكم في الجزائر، وبين بلد استطاع أن يقفز درجات عالية في درب التنمية رغم محدودية موارده المالية. نخليكم مع هذا الفيديو ديال هذا الجزائري. شوفوا خاوتي، شوف مفاجأة محطة القطار الرباط أكدال، معلم شوف هانتم غادي ندخلوا لداخل وتشوفوا عاوتاني. هانتوما خاوتي، شوف الناس اللي شوف الماء محطة. هانتوما خاوتي، ها الإعلام تاع المروك ديال أوروبا، لا هذا غير المروك. هانتوما شوف هربوا، جاو خلاونا. هانتوما الدخلة، ها محطة الرباط أكدال. هانتوما خاوتي، هانتوما ماكدونالد. هانتوما ركز لي الدخلة، شوف هربوا علينا. شوف هربوا علينا. هانتوما خوتي، عالم خور هنا الفوق، عالم خور. شوف مازال شوف طلع الدروج. هانتوما لي بوتيك لي مارك. هانتوما هادي المرة سي نستنى بنظام، لا طوابير لا والو. إذا كانت هذه زيارتك الأولى لقناة أخبار ماروكو 21 المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد.